السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على قناة فيزيتي لو ماروك. كنتواجدوا بالقرب من الجماعة ديال عيناتي على مقربة أو بجنبات شارع الحسن الثاني، وغنشوفوا شارع الحسن الثاني بمدينة تمارا. إذا هذه كاين هنايا، كاين البشوية، كاين الدرك الملكي، كاين الجماعة كذلك. إذا حنا كنتواجدوا بالضبط أمام جماعة عيناتي. هنايا كاين هاد العين، هي هاديك داك اللي فيها السوربيات، كاين هاد الجامع، ثم كاين المدرسة ديال عيناتيك. إذا هنا كنتواجدوا بقلب مدينة أو قلب جماعة عيناتيك، اللي هي كتعتبر من الجماعات النشيطة على مستوى عمالة صخيرة تمارا. هذا شارع الحسن الثاني، وكما كيبان لكم الاشغال على الجنبات هذا الشارع هذا. هنايا الاشغال وصلت لنا. بدات التوسعه ديال الشارع كما كيبان لكم، هنا الشارع او شارع الحسن الثاني او الطريق الوطنيه رقم واحد، اللي كتعرف واحد الازدحام كبير. هذا الشارع هذا كيعرف واحد الازدحام، هنا واحد الاكتظاظ ديال مجموعه من المركبات. وغنشوفوا واحد الشركة هنا اللي كدير واحد الخدمة شوية غريبة أو فريدة من نوعها. هي هاد الشركة اللي كتبان في هذيك لونجان الصفراء. هاد الشركة سميتها مولت انفرا. الخدمة والمهام اللي كتقوم به هاد الشركة هذه هو في حقيقة واحد الأشغال صعيبة شي شوية. المهمة اللي كيقوموا بها هاد العمال هذا بالاستعانة ببعض الآلات، هو يدوزوا أو يحاولوا يمروا هذوك القوادس تحت من الطريق على عمق تقريبا ما بين 4 ديال المتر حتى 5 ديال المتر باش غادي يهبطوا لتحت، ويمروا ويدوزوا القادوس تحت من شارع الحسن الثاني حتى يعني من هاد البلاصه اللي كتبان لنا، هذه اللي كتبان لنا حتى الجهه اللي كنزوم عليها الان، هي داك بجنب ديال الكازو فين غادي داك السيد. تما غيدوز هاد القادوس تقريبا على بعد واحد، على مسافه تقريبا واحد ما بين 50 و 55 متر. هذه هي المسافه اللي غيدوز فيها القادوس لتحت، بلا ما يهرسوا الطريق، بلا ما يحبسوا، بلا ما يكون لهم بوتياج، بلا ما يهرسوا لا غودرون لا حتى شي حاجه. اذا الخدمه غتكون غير من التحت لتحت، يعني الطريقه كيمشي الخدمه كتمشي كتسمى بشي افقيه. طبيعه الحال فيها واحد النوع من الصعاب هاد الخدمه هذه. كما كتلاحظوا راه هاد اللونجا هادي كتخوي ديك الاتربه اللي كيجبدوا من التحت، كتسمى فونساج اوريزونتال. اذا هاد الشركه هذه هي الخدمه اللي كتقوم بها باش يدوزوا هاد القوادس تحت من الطريق. اذا كتبان ليا خدمه شويه صعيبه، وهادو بعض العمال اللي بعض العمال المغاربه طبعا الحال، الشباب المغاربه هما اللي كيقوموا بهاد الاشغال هذا بدون استعانه باي ما كان ما معاهمش، ما كاينش اجانب. المغاربه هما اللي كيقوموا بالشباب المغربي، هو اللي كيقوم بهاد الاشغال هذا، بحيث ان هاد الشركات هذا كل ولا تقريبا قادره كدير لنا جميع الاشغال اللي كتدخل في البنيه التحتيه بدون الاستعانه حتى شي اجنبي. هنايا هذه هي الجماعه ديال عيناتيك، وهنايا كاين بعد ما غادي يكملوا هاد الاشغال اللي كاينه هنا، غادي يحاولوا يدوزوا القادوس كذلك تحت من السكك الحديديه باش يخرجوا
الناس اللي ساكنين تحت من الجهة الأخرى ديال السكك الحديدية يدوزوا لهم حتى هما كذلك دوك العمارات اللي كاينين تما يدوزوا لهم حتى هما كذلك المياه. إذا يا إخواني أخواتي، هذه الشركة ديال ميلت أنفرا اللي هي كتقوم بهذه الأشغال، وطبيعة الحال هادشي كيدخل دائما في إطار التهيئة ديال شارع الحسن الثاني اللي كيربط ما بين على مستوى جماعة عين عتيق، الشارع اللي كيربط ما بين تمارة والصخيرات، واللي كيعرف واحد الاكتظاظ كبير، واحد الازدحام كبير، بحيث هذا كيتعتبر من الشرايين الحيوية اللي كاينة فهاد على صعيد هذه الجماعة. إذا هذه هي عفوا هذه الشركة اللي هي ميلت أنفرا، اللي هي شركة من الشركات العجيبة والغريبة اللي الأشغال اللي كتقوم به. صراحة شابو لهاد الناس اللي خدامين في هاد الشركة. هاد الشيء اللي هذا هو اللي هذا، وتقريبا الأشغال راهي تجاوزت واحد ضربو تبارك الله، راه خدموا هما قبل من عيد الأضحى، وبقى لهم غير واحد شويه ويكملوا تقريبا واحد المسافه اللي هي متفقين عليها، اللي هي شادين عليها الخدمه، ومن بعد يشوفوا الشطر الثاني ديال هاد الاشغال. اذا اخواني اخواتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم، والى فيديوهات مقبله. ما تنساوناش من التعليق ديالكم، الجيمات ديالكم، المشاركات ديالكم. كما كنقول لكم دائما، راه هاد الفيديوهات هما أرضية للنقاش. تبارك الله عليكم، وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة إن شاء الله.